قصيدة للشاعر سعيد نعمان الحميدي الصباحي بشأن قضية أحمد الصباحي الذي قتل القني في شبوة وقد تنكر عليه القني. قلت توكلنا على الباري بهاجس من سعد طاري على صم الحجر بنقش حروفي واكتب أشعاري ووصل رسالة للأمة بشر والجن وحيوانات وأشجاري. قضية الصباحي أحمد مع الجن أصبحت عاري وأصبح أمرها واضح قتل جني ومش داري وأصبح أمرها واضح قتل جني ومش داري. تمثل له بشكل إنسان بليل مظلم وغداري كان يشتي هذه أحمد وأحمد أطلق النار وأصبح معتدي مقتول باح الدم والإهداري. فهذا اعتداء واضح من الجن على جاري فهذا اعتداء واضح من الجن على جاري. أحمد في سبيل الله جاهد قوم كفاري ولما قبل الجن وتمثل وشكل على انظاري. ايش ذنب المجاهد في سبيل الله في قتل معتدي ضاري. الذنب ذنبكم يا جن ما هو ذنب حمد قاري إذا تشتوا بشرع الله شرع الله هو ساري على كل الخلائق وأنتم مرضوا بالحكم والأقداري. الآن مشكلتنا معروف وقد قلت أصبحت عاري. أناشد القنا على الشيخ وقن شبوه تسمع أخباري سجنت أحمد وحاكمته وهذا كلنا داري. وقد وضح لكم أحمد وقال يا شيخ مش داري وكانوا أولياء الدم أبوه وأمه وأخوته يسمعوا الطاري. وتفاجأنا بمطالبكم طلبكم صعب وصعب يدخل على أفكاري. وتفاجأنا طلبكم صعب يدخل على أفكاري. ما هو صعب على أحمد بس طلب يصعب على داري. تقولوا مسلمين أنتم هذا فعل الأشرار كيف إسلامكم يا جن وكيف الدين في الغاري. تقولوا مسلمين أنتم هذا فعل الأشرار كيف إسلامكم يا جن وكيف الدين في الغاري. أناشدكم بحق القبيلة والعرف أناشدكم باسم الأحرار فكوا قيد أخونا أحمد وارضوا بما قدر الباري وعفوه والزموا للحد وحنا نلتزم بالشبر والامتاري. ما عد نعتدي عنكم ولنتم تعادونا ونصر على هذا الحكم إصراري. قبلتم شرطنا أهلا سلمنا الحرب والنار رفضتوا أو تطاولتوا مع أحمد كلنا ساري صباحه ما نهى بحد والكل هو بناداري. قبلتم شرطنا أهلا سلمنا الحرب والنار رفضتوا أو تطاولتوا مع أحمد كلنا ساري صباحه ما نهى بحد والكل هو بناداري. صباحه ما نهى بحد والكل هو بناداري. وأنتم شيخكم ذهبون وإحنا شيخنا غباري وحان الحرب مع القل إذا ما يصلوا على النبي. قصيدة للشاعر سعيد